هند صبري ولا نيللي كريم؟ اوه، مواجهة شقية دي. يلا بينا. الجمال. الجمال. يعني الاتنين امامير، بس تحس برضو ان نيللي كريم ليها كده. يعني ندي للاتنين بوينت عشان محدش يزعل. يلا. طب الموهبة؟ لا، الموهبة بقى الاتنين شطار جدا جدا جدا، عملوا الكوميدي وعملوا الدراما. انت صبري متفوقة من عايزة اتجوز واعمال درامية كتير، عملت صعيدية. نيللي كريم نفس الموضوع، احلى دور ليه عملته كان ذات. فندي للاتنين بوينت. طب كده المنافسة بقت شرسة جدا. طب الاجتهاد؟ الاجتهاد هند صبري بزقها من تحت قوي. طب الاختيارات؟ هند صبري برضه اعتقد ما شفتش دور عملته هند صبري كان وحش. طب ما هو نيللي كريم برضو اختياراتها كانت مواضيعها دايما حساسة وهادفة. بس مش كل الاعمال الاخيره حلوه، لان انت لو جبت مثلا اخر 7 سنين اعمال نيللي كريم مش هتلاقي غير عمل او اتنين بس. ماشي. طب الشخصية؟ الاتنين بوينت. والله إيه يا جماعه، المقارنه دي صعبه قوي، شاركوني يا جماعه في الكومنتات والنبي. طيب ملكة الدراما؟ دي بقى ملكة المفروض تختار. ملكة الدراما دي محسومة نيللي كريم بذات لوحده، يعني ذات لوحده في كفة. وعند صبري أعمال الدرامية في كفة تانية. طيب ملكة الأفلام؟ ملكة الأفلام دي نسبية شوية، نيللي كريم بدأ من زمان من يوسف شاهين وعملت أعمال راقصة كتير. ف بس لما تحط كده دي نجمة شباك ودي نجمة شباك، أعتقد هند صبري ممكن تكون ناجحة في الأفلام أكتر من نيللي كريم. طب الجماهيرية؟ الجماهيرية الاتنين أعتقد زي بعض، ما فيش حد متفوق على التاني، فندي بوينت برضه ليهم هما الاتنين. طب كده المنافسة بتضيع مننا. طب الحضور والكاريزما؟ الحضور والكاريزما. نيللي كريم جمالها احلى، بس هند صبري حلوه ودمها خفيف، فندي حضور والكاريزما لهند صبري. ده كان رئيس شريف، قولوا لنا بقى رأيكم في الكومنتات.